انا جيت. هو ليه زمان كل ما نفتح ماتش نلاقي معظم الفرق واقفة 4-4-2؟ وإزاي خطة كانت رمز للتوازن في الكورة بقت النهاردة شبه منقرضة؟ وإيه سر نجاحها مع أساطير زي مانشستر يونايتد أليكس فيرجسون وميلان كابيلو، وفشلهم قدام خطط الحديثة زي 4-3-3 و4-2-3-1؟ النهاردة هحكي لكم قصة الخطة اللي سيطرت على الكورة 40 سنة، الخطة اللي غيرت معنى التوازن بين الدفاع والهجوم، الخطة اللي اسمها 4-4-2. البداية من إنجلترا إلى العالم. القصة بدأت في السبعينات بعد ما الكورة كانت معتمدة أكتر على 4-2-4 البرازيلية وخطط الطليان الدفاعية. هنا إنجلترا جابوا فكرة بسيطة: ليه منخليش في نص الملعب في 4 لعيبة يعملوا بلوك على خط الظهر؟ وهنا اتولدت خطة 4-4-2: 4 ورا في الدفاع، و4 في نص الملعب، واتنين مهاجمين، واحد تارجت مان والتاني متحرك بيفتح مساحات. الخطة دي كانت مثالية لفرق بتحب القوة البدنية والانضباط التكتيكي، وأكيد كانت مناسبة لمعظم فرق الدوري الإنجليزي. طب نخش على فترة الهيمنة في الثمانينات والتسعينات. الخطة دي بقت الخطة الأشهر بلا منازع. ميلان كابيلو استخدمها بصلابة وقدر يخلق فريق لا يقهر في التسعينات. معتمد على ركض خط وسط معتمد على ريكارد عامل أساسي في الفرقة. مانشستر يونايتد أليكس فيرجسون في كانت عهد التسعينات كانت عادة 4-4-2 الذهبي في الدوري الإنجليزي، وجيجز وبيكام على الأجنحة، وكينو وسكولز في القلب، وكول وسولشاير كتارجت مان. حتى على مستوى المنتخبات، إنجلترا في 1990 وفرنسا 1984 كلهم اعتمدوا على الخطة دي. السر كان في التوازن. الخطة كانت الخطة كانت بتديك دفاع صلب زي الجناحين بيفتحوا الملعب، مهاجمين طول الوقت بيهددوا قلبين الدفاع. أصل طالما يعني طالما قول السؤال تاني. فلسفة 4-4-2 الخطة دي ما كانتش مجرد أرقام. دفاع بيبدأ من المهاجمين، المهاجم الأول بيضغط والتاني بيقفل التمرير، والوسط بينظم الهجمات سواء كانت استحواذ أو مرتدات. التوازن: لا أنت بتدافع زيادة ولا أنت بتدافع وتهاجم بزيادة. بداية الانهيار مع بداية الألفينيات والمشاكل بدأت تظهر. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه والله العظيم؟ أول المشاكل نص الملعب. الاتنين بتاع نص الملعب بقوا يواجهوا 3 لعيبة في نص الملعب في خطط زي 4-3-3 و4-2-3-1. الضغط العالي الحديث وخنق المساحات. 3 قلة المهاجمين أو المواهب اللي يقدروا يلعبوا في الخطة دي. بس لو تلاحظ الأيام دي إن الكورة بدأت ترجع لأصلها، يعني لو تلاحظ هتلاقي هالاند، سورلوس، جوكيرس، ثنائية لوكاكو ولاتارو. يعني الكلام ده كان موجود زمان، دلوقتي تحس ان الكوره بدات ترجع للتحولات. المهم، مع بدايه الثوره الحديثه لما جوارديولا دخل مشروع برشلونه في 2008 وبخطه 4-3-3 المبنيه على الاستحواذ، و4-4-2 بقت عاجزه قدامها. المهم، اخر اساطير 4-4-2 رغم انهيارها بعض الفرق فضلت تحتفظ بيها زي أتلتيكو سيميوني، نسخة حديثة من 4-4-2 فيها دفاع مميت وهجمات مرتدة قاتلة. 2 ليستر سيتي 2016 رانييري. قول لي في الكومنتات نعمل قصة عنها لوحدها، وما تنسيناش يا عم في اللايك والاشتراك في أخوك. يعني المهم، رانييري اعتمد على فاردي ومحرز قدام وكانتي في نص الملعب، وكانت 4-4-2 كلاسيكية وقدر يعمل بيها معجزة الدوري الإنجليزي. خطة 4-4-2 كانت يوم من الأيام لغة عالمية لكرة القدم، من ميلان لمانشستر يونايتد، من إنجلترا لفرنسا. لكن الكرة اتطورت والخطة بدأت ترجع، ومع ذلك لسه ليها عنصرها. السؤال بقى: هل ممكن نشوف 4-4-2 راجعة وبقوة؟
مع موجة الضغط والمرونة الحديثة، ولا خلاص مكانها اتحجز في كتب التاريخ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.